أكد مراسل بي إن سبورتس في إيطاليا انتقال نجم منتخب مصر وروما محمد صلاح إلى ليفربول بعد موافقة ناديه على العرض الأخير الذي قدمه النادي الإنجليزي. أضاف مراسلنا أنه يتبقى فقط الإعلان الرسمي من نادي ليفربول من أجل إتمام التعاقد مع الدولي المصري في صفقة تبلغ 40 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد أندي كارول الذي تعاقد معه الفريق مقابل 35 مليون يورو. أعلن نادي فولفسبورغ الألماني تعاقده مع البلجيكي الصاعد ناني لاندري ديماتا من صفوف نادي أوستند البلجيكي دون الكشف عن قيمة الصفقة. وأوضح النادي الألماني أن ديماتا البالغ من العمر 19 عاما سينضم إلى الفريق بعقد يمتد ل5 أعوام. وسجل لاعب 11 هدفا لأوستند خلال 24 مباراة في الموسم الماضي.